يا مساء الجمال على كل البنات الشاطرة اللي منورين القناة. يا رب تكونوا بخير وبسلام. النهاردة حبينا نعمل موضوع مختلف شوية، موضوع حسيت إنكم محتاجينه وبتسألوا عنه كتير، فقلت لازم نفتحه سوا. إحنا دايماً بنتكلم عن الراحة النفسية، الثقة، تطوير الذات، بس النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جداً من راحتك النفسية، وهو إن فلوسك تكون تحت السيطرة. مش هتكلم بطريقة معقدة ولا أرقام ولا مصطلحات، لا، هنتكلم كأخوات، كصحاب، وهقولك 5 طرق تقدري توفري بيهم من غير ما تحسي أو تتعبي. يلا نبدأ واحدة واحدة. أولاً، طريقة ال10 جنيه اليومية. دي أسهل طريقة في الكون ومفعولها رهيب. كل يوم حطي 10 جنيه في ظرف، في محفظة، في علبة، أي حاجة. ما تحقريش الرقم. 10 جنيه في 30 يوم يساوي 300 جنيه، في 12 شهر 3600 جنيه، من غير ما تحسي. والمعلومة اللي لازم تفهميها، العبرة بالعادة مش بالمبلغ. لما تعملي كده، عقلك بيتبرمج إن في جزء لازم يتشال لنفسك. 2. امنعي نفسك من الشراء العاطفي لمدة أسبوع بس. الشراء العاطفي ده اللي هو أنا متضايقة أشتري حاجة، زهقانة أطلب أكل، مخنوقة أجيب حاجة تفرحني. صدقيني، ده أكبر سبب ضياع فلوس البنات. اعملي تحدي لنفسك، أسبوع من غير أي شراء مش ضروري، بس كده. الأسبوع ده هيفرق في جيبك وفي إحساسك بنفسك. طريقة البديل الأرخص. لو محتاجة حاجة، اسألي نفسك سؤال واحد: هل في بديل أرخص يعمل نفس الوظيفة؟ 9 مرات من 10 الإجابة أيوة، وتوفري 30 أو 40% من الفلوس من غير ما تحسي. الموضوع مش حرمان، الموضوع إنك تستغلي الفلوس صح. 4. اقطعي عادة صغيرة بتسحب منك فلوس من غير ما تحسي. كلنا عندنا عادة كده مضيعة فلوس من غير ما ناخد بالنا، زي القهوة اللي من بره كل يوم، الطلبات الجاهزة، شراء حاجات أونلاين من غير ما نحتاجها. انت مش محتاجة توقفي كل ده مرة واحدة، بس اختاري عادة واحدة وقولي الشهر ده مش هعملها، بس كده، وهتتفاجئي قد ايه الفلوس بتفضل معاكي. 5. احسبي كل حاجة حتى لو رقم صغير. البنات بتكسل تكتب المصاريف، بس اللي بيكتب بيسيطر. اعملي نوت على الموبايل، فايل صغير، أي طريقة سهلة. اكتبي المصروف اليومي حتى لو 5 جنيه. عقلك أول ما يشوف الأرقام هيبدأ يقلل من نفسه من غير ما تتعبي. وفي الآخر، التوفير مش معناه إنك تعيشي محرومة، التوفير معناه إنك بتحبي نفسك وبتفكري في بكرة، وبتبني أمان مالي بسيط يخليكي مرتاحة ومطمنة. ولو عجبتكم حلقة النهاردة، ياريت تدعموني بالاشتراك في القناة، تحطوا لايك وتكتبولي في التعليقات إيه أكتر عادة بتضيع منك فلوس وعايزة تبطليها. وبس، أشوفكم في الحلقة الجاية من سلسلة التطوير المالي. خلي بالك من نفسك ومن فلوسك.